سنة 1903 الأخوين رايت كانت الساعات مهمة جدا بالنسبة لهم، لأن ده اللي بيقول هم نجحوا في تجربة الطيران ولا لأ. أول تجربة كانت طيران ل 12 ثانية ومسافة 37 متر، ووصلوا في رابع تجربة في نفس اليوم أن يطيروا 59 ثانية 260 متر، وكانوا بيستخدموا ساعات جيب عادية. ولكن في قصة ظريفة بتقول إنه فاتشران كونستانتين كان مديهم ساعة بتتلبس على الفخذ بحزام جلد عشان يبص عليها ساعة الهبوط بالطيارة، ولكن دي قصة مش مثبوتة تاريخيا. هو في سنة 1904 ألبرتو سانتوس دومونت الطيار البرازيلي كان بيعمل رحلات كتيرة في باريس، وحكى لصديقه صانع المجوهرات لويس كارتيه مشكلة إنه صعب يمسك ساعة جيبه وهو سايق طيارة، ومن هنا عمل كارتيه الساعة اللي احنا عارفينها دلوقتي باسم كارتيه سانتوس، بستراب جلد وبتتلبس على المعصم وفلات بأرقام كبيرة عشان تساعد الطيار يشوف الوقت من غير ما يحتاج يستخدم إيده إنه يطلع ساعة الجيب.